الآن لرابطة الثقافية لجنيف. يتحدث إليكم عزيز كالو أن الشعب الكردي عبر التاريخ تعرض لسياسة ممنهجة تستهدف صير ثقافتهم وإزالتهم من الوجود، وفي التاريخ الحديث المرئي للعالم جميعا، وأن الحكومات في كل من سوريا وإيران وتركيا حاولوا ولا يزالوا يحاولون القضاء على الهوية الثقافية والقومية الكردية، وأن المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري يمارسون الفكر الشوفيني المتطرف لإنهاء الوجود الكردي في أرضه التاريخية بدعم الاحتلال التركي في سوريا. ففي سوريا ما يزال النظام بآليته العسكرية يحرم الكرد من أبسط حقوقه القومية، وإنتاج سياسة التجريم التعليم باللغة الكردية فضلا عن سياسة التجويع والتهجير والظلم، كما يفعل الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا روجافا، وفرض سياسة التتريك في المناطق المحتلة كعفرينة وسريكانية وغريسبي. ولم يتوقف عن هجمات العدائية على المناطق الكردية في شمال شرق سوريا وبشكل Point of order there. الذي طلب نقطة النظام الجمهورية العربية السورية. سيد الرئيس، على ما يبدو اليوم العديد من المتحدثين يصرون على تحدي الملاحظات التي أدليتم بها صباح اليوم فيما يتعلق باحترام الأسماء الرسمية للدول أو مناطق من هذه الدول عند إدراجها في بياناتهم. نود أن نذكر المتحدث الحالي وغيره من المتحدثين أنه في سوريا لا يوجد ما يسمى روج آفا، هنالك فقط الجمهورية العربية السورية. ولن أعلق على مضمون البيان في هذه المرحلة من النقاش، سيكون لنا بيان في مرحلة أخرى. شكرا السيد الرئيس. شكرا. يمكنك أن تواصل سيدي. شكرا سيد الرئيس. كما يفعله الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا روجافا وفرض سياسة التتريك في المناطق المحتلة كعفرينة وسريكانية وغريسبي، ولا يوم تغف عن نقطة نظام. تفضل. شكرا السيد الرئيس. أعيد التأكيد على أنه على كافة المتحدثين احترام هذا المنتدى وملاحظاتك التي أدليت فيها في صباح هذا اليوم حرصا على حسن سير النقاش. شكرا. And I would like to... أود أن أقول إنها على صواب. الآن ينبغي أن تعطى المناطق أسماءها الصحيحة، لا ينبغي ألا تعطى أي مناطق أسماء غير المعروفة لدى الأمم المتحدة. وإذا لم تحترموا أسماء المناطق قد أمنعكم من تقديم العرض. يمكنكم المواصلة سيدي. إيران. نقطة نظام أخرى. Okay.